أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض المبارياتهم السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، مشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، ولأنهم كانوا يرون المغرب، الفريق كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت النهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا لقد لامست قلوبنا وأسرت قلوبنا وكل العالم.